مين حسين الشحات ده اللي بتقارنه بزيزو؟ زيزو ب10 حسين الشحات، وعمل موسم افضل من كل مواسم ابو تريكة. اللي بيقول الكلام ده هو جمهور نادي الزمالك، وكلام طالع بدون اي منطق ولا وعي كروي تماما. طبعا لازم نشيل تريكة من الحسابات، لان ما ينفعش يتقارن بلاعب بقاله 4 مواسم في الكرة المصرية فقط، واسف في اللفظ لاعب محلي، وقدر وشأن ابو تريكة كبير جدا. فالمقارنة هنا بين اللاعب اللي جمهور الزمالك بيقول عليه ما ينفعش يتقارن بزيزو، واحمد مصطفى زيزو اللاعب اللي يستحق البالون دور مكان كريم بنزيما. قبل اي كلام، احترامي الكامل لامكانيات زيزو وادائه في الملعب، وابصم بالعشرة انه لاعب مميز وفعلا عنده امكانيات ممتازة. ولكن هل كلام الجمهور ده صح ان زيزو ب10 حسين الشحات؟ تعال اقول لك بالارقام. بص يا عالمي، زيزو لعب خلال مسيرته 309 مباراة، قدر يسجل خلالهم 65 هدف مع كل الاندية. حط خط كبير على الكلمة اللي هقولها لك دي، منهم 25 ركلة جزاء. والله زي ما بقول لك كده، مش انا اللي بقول الكلام ده ترانسفير ماركت اللي اكدت ان زيزو سجل 25 ركلة جزاء خلال مسيرته. ده غير طبعا ضربات الجزاء اللي ضاعت. احنا لو بنقيم لاعب دلوقتي فالتقييم حسب اللعب المفتوح واداء اللاعب في الملعب بس. تمام، انا قلت انبهك ان لو زيزو مش متخصص ركلات الجزاء في الزمالك هيكون مسجل 40 هدف خلال 309 مباراة، وخلال الفترة دي قدر يصنع 60 هدف، وده رقم جيد بالمناسبة يعني. اما لو اتجهنا دلوقتي للاعب المظلوم اعلاميا، النينجا بتاع الكرة المصرية حسين الشحات، واتكلمنا عن ارقامه طوال مسيرته، فهو لعب 287 مباراة في كل البطولات، قدر يسجل خلالهم 69 هدف، منهم 3 ضربات جزاء فقط. وده ان دل على شيء فيدل ان حسين نسبة فعاليته على المرمى اكبر من زيزو بمراحل، مع العلم ان حسين كان بيقعد دكة كتير، ولاعب جمهور الاهلي كان بينتقده لما كان اداؤه سيء. فاحنا بنتكلم دلوقتي عن لاعب مسجل 66 هدف من لعب مفتوح، اكتر من احمد سيد زيزو ب 16 هدف كاملين. فالتفوق واضح هنا لصالح حسين الشحات من حيث تسجيل الاهداف، سواء باحتساب ركلات الجزاء لزيزو او حتى من غيرها. لا 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 لا، انت بتهزر. اما لو اتجهنا دلوقتي على مستوى الصناعة، فحسين قدر يصنع 75 هدف في خلال 287 مباراة، وطبعا برضو التفوق واضح جدا. التفوق هنا لصالح حسين لانه صانع 15 هدف كاملين اكتر من زيزو. وخلاصة الكلام هنا ان حسين نسبة مساهماته اكبر من زيزو ب 31 هدف، يعني موسم كامل، وده اللاعب اللي ما ينفعش يتقارن بزيزو تماما. ومن وجهة نظري طبعا ما ينفعش يتقارن، ده نينجة الكرة المصرية. ما ده حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيته يعني. لاعب عارف يجيب بطولات للفريق اللي بيلعب فيه، لاعب دولي بيسجل في اكبر البطولات. تعال بقى نتجه دلوقتي للبطولات، وطبعا دي مهمة جدا لان العامل الابرز لمسيرة اي لاعب. زيزو ساهم على مدار تاريخه مع كل الاندية في 6 بطولات، كلهم مع نادي الزمالك. قدر يفوز ببطولة الدوري المصري مرتين، كاس مصر مرة، السوبر المصري مرة، الكونفدرالية الافريقية مرة، والسوبر الافريقي مرة. اما حسين الشحات فهو ساهم على مدار تاريخه مع كل الاندية ب 11 بطولة، الدوري المصري مرتين وبكده بيتعادل مع زيزو، دوري ابطال افريقيا مرتين وبيتخطى زيزو، السوبر الافريقي مرتين، كاس مصر مرتين، كاس السوبر المصري مرتين، الدوري الاماراتي مرة، وكاس الامارات مرة، بالاضافة طبعا للميداليات الفضية والبرونزية في كاس العالم للاندية، لانه حصل على المركز الثاني مرة وحصل على المركز الثالث مرتين، وطبعا مع العين الاماراتي والاهلي المصري. اما زيزو طبعا ما راحش كاس عالم، ده لانه ما خدش افريقيا قبل كده. تعال بقى نعرف الفرق ما بين اللاعب المحلي واللاعب الدولي. المساهمات الافريقيه للاتنين لعيبه لصالح حسين برضه، لان ارقام زيزو في دوري ابطال افريقيا سجل هدفين فقط، وحسين الشحات سجل 15 هدف، وده بعيدا عن الادوار التمهيديه. خلاصه الكلام يعني الموضوع مش معمول علشان اثير الجدل، بس لازم كل حد ياخد حقه. لازم الناس كلها تعرف ان رغم ان حسين الشحات عامل ارقام ومساهمات ممتازه، جمهور الاهلي بينتقده لو اداؤه وحش. زيزو حتى لو اداؤه وحش في الملعب دايما عنده الدعم من الكره المصريه بشكل عام، سواء الاعلام
اعلام او جمهور او حتى مواقع، وده ان دل على شيء فيدل ان احنا بنفتقد العدالة في مصر للأسف يعني، والمنظومة كلها دايرة تطبيل على الفاضي والمليان. اخيرا انا عرضت لك الاحصائيات اللي بتأكد تفوق حسين الكاسح على زيزو في كل شيء. انت بقى بتحب حسين وبتكره زيزو، دي بتاعتك. بتكره زيزو وبتحب حسين برضو بتاعتك. بس الاكيد ان الاتنين لاعبين مميزين ويستحقوا المكانة اللي هم فيها سواء في الاهلي او الزمالك، بس لازم يكون في منطق وعقل شوية. حقك كجمهور تحب اللاعب بتاعك، ولكن حقي ان انا ارد عليك. وطبعا انا عارف ان في نسبة ضئيلة من الجمهور هتدخل تقول كلام سيء، وده طبيعي لان محدش حابب يشوف وجهة نظر غير وجهة نظره هو. انا ما عنديش مانع ان زيزو كويس، ولكن لازم تدي حق حسين الشحات وما تقللش منه تماما. اما موضوع ابو تريكة فمش هينفع اتناقش معاك فيه خالص. اخيرا اتمنى قبل ما تقفل الحلقه توحد الله لا اله الا الله، وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه لو مش عامل، وفعل زر الجرس علشان يجيلك تنبيه بكل الحلقات الجديده. وكان معكم اخوكم طوفان اهلاوي، نتقابل في حلقه جديده ان شاء الله. سلام.